السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ وازيكم يا احلى متابعين في الدنيا، وازيكم يا احلى فانز؟ ويا رب يكون كل حبايبي طبعا بخير وتكونوا بألف صحة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. معايا سمك بولتي. طبعا انا جايباه طبعا متنضف جاهز زي ما هو كده، بشطفه شطفة طبعا كويسة، وبعد كده بروح جايبة ملح واروح رش عليه ملح واسيبه قد ساعة بالظبط، يعني مش اكتر، لان السمكية دي طبعا كبيرة. فلما بسيبه ساعة بعدين بروح شطفاه. ولو السمكية كبيرة طبعا معاكي وتكون عالية زي مثلا كده، بسم الله ما شاء الله، نروح جايبين السكينة ونفتحها كده، شايفين؟ بنفس الطريقة دي عشان تبقى تتملح حلو يعني من جوه، وبرده تستوي معانا تبقى حلوة، تبقى طعمها من جوه يا جماعة، واخدة برده التتبيلة طبعا بتاعتنا. شقة من فوق كده، شقة كده بسيطة زي مثلا زي كده، عشان تحطي فيها الملح وتبقى ايه، تتبل وتشرب من برضو الزيت وتستوي من قلبها، عشان هي سمكيه كبيره. انما لو سمكيه صغيره بقى عادي فتعمليها زي ما هي. طبعا يا حبايبي انا قلت بس اقول لكم الطريقه بتاعتي. طبعا انا عارفه ان انتوا كلكم طبعا يا حبايبي شطار. طبعا دلوقتي كده انا هاخده دلوقتي على الحوض وهشطفه هشطفه بقى نظيفه، عشان نيجي طبعا هنحدقه مع بعض، وهقول لكم ازاي انا بعمل السمك بتاعي بالطريقه بتاعتي. السمك اللي يطلع معاكي طعمه جميل جدا ومتبل، بس اهم خطوه فيه ان انت تحطي فيه ملح زي يعني كده. وبعد طبعا ما شطفته، شطفته شطفه طبعا حلو، عشان كنت حاطه في قلبي طبعا ملح، شايفين؟ بنفس الطريقه دي كده، شايفين ابيض ازاي؟ فله. اهم حاجه ان السلسله اللي جوه دي ما تبقاش فيها دم يعني خالص، تبقى بيضه كده، شايفين كده يا جماعه؟ طبعا انا طبعا ايه شطفته حلو. دلوقتي بقى ايه، هنجهز التتبيله. توم، هنحط توم هنا، حبه توم كده حلوين، راس كده صغيره. الدقه دي طبعا يا جماعه فيها كل حاجه. الدقه دي انا عاملاها في البيت، هناخد منها قد معلقه بيت. طبعا الدقه دي فيها طبعا كل حاجه، فيها كمون وفيها فلفل. طبعا احنا هنزوده بس عليها، هنحط معلقه كبيره كزبره ومعلقه كبيره كمون، عشان السمك بيحب الكزبره ويحب الكمون. هنحط معانا معلقه صغيره كاري، دي يعتبر كده معلقه كده صغيره كاري. السمك اساسي فيه التتبيله اللي هي ايه، كاري، كمون، كزبره. تزودي فيه الكمون لان السمك بيحب الكمون ويحب الكزبره. والدقه اللي احنا طبعا حاطينها، الدقه دي فيها كل حاجه، فيها فلفل اسمر وفيها كمون وفيها قيوبه صيني، وفيها طبعا وفيها ملح وفيها كزبره، فيها كل حاجه يعني، هي مخلطه. بس احنا ايه، انا طبعا بعزز التتبيله شويه واحط فيها ايه، معلقه كمون ومعلقه كزبره. طبعا دلوقتي ايه، انا هندقها حلو كده هنا، شايفين؟ بنفس الشكل دوت كده. هناخد منها بقى حبه هنا، وهنسيب قد ايه، قد يعني كده معلقه. انا هسيب حبه هنا كده عشان اعمل بيهم السلطه. انا بحب احط التتبيله دي على السلطه، بتبقى حلوه كده وطعمها حلو، بتخلي السلطه حلوه. هنا بقى هننزل معانا بحبه خل، ننزل بقد معلقتين خل كده، حبه خل كده. ومعانا طبعا ليمونه كده، ليمونه بس تكون حلوه كبيره، نعصرها بقى. بالطريقه دي كده يا جماعه، ونقلبها طبعا كويس. طبعا التتبيله دي بتبقى جميله جدا بتاعت السمك، انا طبعا بحب اعمل بيها اي طبعا انواع السمك بنفس الطريقه دي كده. بعدين هنجيب السمك بقى بتاعنا، بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا هنا ايه، هناخد بقى بالتتبيله كده، وهنحط في قلب ونحدق السمك بنفس الطريقه كده، بنفس الشكل ده كده، نحط في كل حته كده، من جوه ومن بره برضه.
بنفس الطريقة دي كده. انا عايزة كل حتة فيها تكون شاربة من التتبيلة دي. طبعا يا جماعة الفكرة بتاعتي ان انا بحط اغسل السمك واسيبه، بحطه في قلبيه ملح واسيبه طبعا ساعة ولا حاجة. لو السمكة كبيرة كده زي يعني كده، على حسب حجم السمكة عندك، بيبقى يا جماعة بتبقى جميلة جدا. بتخلي الطريقة دي بتخلي السمكة من جوه بتبقى متملحة، واخدة الملح بتاعها مظبوط. الطريقة دي جميلة جدا، جربوها انتوا كده يا جماعة. لما تجيبوا سمك كده بولت كده كبير بنفس الطريقة دي كده. لو السمكية طبعا كبيرة زي ما انا قلت لكم انا فاتحاها، بحط في الفتحة برضو عشان تبقى شاربة من جوه. شايفين كده؟ طبعا كده يا جماعه، احنا طبعا التتبيله كده زي ما انتم شايفين بنفس الشكل كده. طبعا احنا لازم نسيبه شويه، قد مثلا ربع ساعه. مثلا انا هسيبه دلوقتي لحد ما اعمل بس الرز. هنعمل الرز الاول وبعدين هنرجع طبعا هنقليه مع بعض. ومعايا تكات، هتشوفوا التكات بتاعتي اللي انا بقلي طبعا بيها. جميله جدا وان شاء الله تعجبكم. اهم حاجه يا حبايبي ما تنسوش تعملوا بقى اللايك، واللي مشتركش في القناه يا ريت يشجعني ويدعمني ويشترك في القناه ويفعل زر الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد. خدوا كده جولة عندي كده، هتلاقي في وصفات ان شاء الله بإذن الله تعجبكم. وصفات جميلة جدا وسهلة ومش مكلفة خالص، واللي بسيط جدا وسهل عليك ان انت ممكن تعملي اكل من غير تكاليف. طبعا احنا هنا طبعا كده يا جماعة هنعمل بقى الرز. هنعمل رز بني، رز صيادية. طبعا هنا معلقة على الزيت طبعا بيسخن. طبعا البصل، بصلتين كده كبار كده. بسم الله. معلقه على طبعا البراد دوت، حاطه في قلبه ميه عشان هعمل بيه الرز. عشان طبعا لازم لازم الرز نعمله بميه سخنه. طبعا الرز السعوديه يا جماعه انا كنت عاملاه قبل كده، كنت عامله سمك مكرونه. كنت منزله فيديو وعامله الرز برديه يا جماعه، كان جميل جدا. لو حد حابب يعني يا جماعه يشوفه، لو انت اول مره تشاهدي قناتي وخدي جوله في القناه عندي، هتلاقي فيه فيديوهات جميله جدا هتعجبكم. بسم الله. لازم يا جماعه اهم طبعا تركيه في الرز ان اهم حاجه تكون الميه مغليه بالطريقه دي كده. طبعا احنا هنخلي الميه دلوقتي، احنا فاضل معانا ميه برضو عشان لما نحط الرز، ولو احتاجنا ميه هنزود بيها ميه. بس احنا هنا اهم حاجه هنحط بقى ايه التوابل بتاعتنا معانا. هننزل نحط ملح، نحط قد معلقتين صغيرين ملح كده. وبعدين احنا هنظبط الملح بقى بتاعه، هندوقها بقى بالايه ونشوف. ونص معلقه فلفل اسمر. طبعا الفلفل الاسمر بيدي للرز طعم جميل جدا. ومعايا نص معلقه كمون. بسم الله ما شاء الله. ادي الرز يا جماعه بكل سهوله وكل بساطه، زي ما انا يعني مأخداكم. الوصفات معايا سهله وبسيطه جدا. هنا بقى الميه طبعا هي سخنه، اول لما بتنزل بتغلي على طول لان هي اصلا الميه طبعا مغليه. هننزل معانا بقى الرز بكميه الرز بقى معانا. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا احنا اهم حاجه نغسل الرز كويس. طبعا انا شايفه هنا ان انا عايزه حبه ميه صغيرين بس كده. وهنشوف الملح بقى معانا. بسم الله. نقلبها طبعا الاول، قلبناها
وندوق الملح بقى بتاعها. طبعا هو عايز حبة ملح. ادي كده الرز معانا بقى كده خلاص كده هيتشرب بقى، وهنقله على العين الصغيرة، على اصغر عين خالص، وهنسيبه لما يستوي خالص، يستوي بقى ايه براحته. وهنقلي بقى السمك دلوقتي. ادينا طبعا كده ايه هنغطيه وهنسيبه لحد لما يتشرب خالص، وبعدين طبعا كده يا جماعه الرز خلاص كده يعني اتشرب. احنا طبعا مش يعني بنسيبه يتشرب قوي اللي هو ينشف خالص، لا، يكون في حبه برضو حبه يعني ميه كده، وبعدين نوطي بقى عليه، نولع العين الصغيره ونوطي خالص. عندي الطاسه كده يا جماعه نضيفه اهيت، هي طبعا كان فيها زيت بس انا ايه صفيته ورحت غسلاها، عشان انا بحب اغسلها كل مره. ولو الزيت نضيف كنت عامله بيه قبل كده سمك نضيف بعمل عليه كمان مره، يعني كنت عامله بيه مره واحده قبل كده بنفس الشكل ده كده. هو كده نضيف، الزيت نضيف ازاي، بس انا ايه كنت صفيته عشان كنت عامله في قلبيه سمك. الطاسه معانا طبعا سخنت. طبعا دي كانت يا جماعه كانت صينيه، وانا عملتها قليت فيها استخدمها كطاسه يعني كده، يعني هي اصلا كانت صينيه اصلا ألمونيوم، بس بصراحه حلوه في انها حجمها حلو. انا بحب اعمل السمك البلطي لما بجيبه كبير شويه اقليه زي ما هو، فعشان انا عندي طاسات بتبقى اصغر، يعني بتبقى اصغر من كده فبتاخدش السمكيه كامله. فانا لما جيت جربت عملت الصينيه ديت كنت عامله فيها السمك بلطي قبل كده، كنت جايبه سمك كبير يعني وكده، فحبيت ان انا اقلي فيها، بحب اقلي فيها واسعه كده وعاليه، يعني هي حلوه، فانا استعملتها عشان كده. انما دي اصلا هي صينيه فرن عاديه، بس انا خليتها يعني طاسه عادي. يا جماعه يعني الجيش بيقول لك اتصرف اي حاجه في اي حاجه اللي يريحك تعمله. طبعا يا جماعه هعمل بقى حاجه سر بقى، ما تقولوش لحد بقى عليه. انا طبعا باجي اقلي السمك ما احبش السمك يبقى غامق طبعا معايا، انا هحط حبه ميه كده، هجيب طبق واحط حبه ميه، وانا طبعا هنا كنت مزوده التومه مع يعني كده مع اللي هي التتبيله بتاعتنا. هاخدهم بقى هاخدهم كده زي ما هما، احط حبه ميه هنا عشان ناخدهم، مش هنسيب منها حاجه. الطريقه دي يا جماعه جميله جدا، وانا بجربها في كل انواع السمك ومقلي. فانا بروح حاطه حبه بزود التومه معايا، انتوا تلاقيكم قلتوا انا مزوده تومه ومزوده طبعا مزوده طبعا التوابل كانت طبعا كتير برضو، وبحط حبه خل كده، خليكم معايا عشان تشوفوا انا بعمل ايه. ادي طبعا ليمونه كده حلوه، وهنسيب بقى القشر فيها. بسم الله الرحمن الرحيم. وهنسيب القشر فيها. طبعا دي بقى هتشوفوا دلوقتي انا هعمل بيها ايه. دي هتخلي معانا السمك بتاعنا جميل جدا، والزيت مهما نقلي فيه هيفضل لونه اصفر زي ما انتم ما شفتوا، كنت انا مفضيه منه حبه. جميله طعمها مظبوطه كده. دي تعتبر كده يا جماعه الدقه اللي احنا هنحط في قلبها السمك. ادينا طبعا كده يا جماعه، ده كده معانا طبعا دقيق. هنعمل ايه بقى؟ هناخد السمك معانا، ادي السمكيه نحطها في قلب الدقيق كده عادي، هنبدرها عادي خالص مفيش اي حاجه بالطريقه دي كده، وبعدين هنبدرها كده كلها كده كويس، وبعدين هناخدها ايه على الميه اللي احنا طبعا عاملينها اللي هي ايه الدقه كده، هننزل بيها يا دوبك هي بس كده ايه نبلها كده كلها بنفس النظام كده، هتتبل معانا ونطلعها بالشكل ده كده. هنطلعها على فين بقى؟ على الزيت على طول معانا. بسم الله الرحمن الرحيم.
ونقول ايه بسم الله. وهناخد التانية بقى معانا بنفس الشكل كده. طبعا الطريقة ديت بتخلي معانا تقلي اي كمية سمك، ان شاء الله حتى 5 كيلو، من يعني اول سمكية لحد اخر سمكية، هتبقى لونها فاتح وحلو، اللون الذهبي الجميل، والزيت معانا ولا يتحرق ولا يتحرق ولا يعني حاجة. هناخدها بنفس الشكل كده برضو، هنغطسها في قلب المية يا دوبك نبلها بس كده، نخلي كل حتة فيها توصل فيها، نخلي كل السمكية يوصل لها مية. طبعا كده يا جماعة بالطريقة ديت نعمل الكمية اللي احنا طبعا ايه عايزينها. الدقة دي جميلة جدا، لو اي حد بيقلي سمك يا جماعة يجربها، جميلة جدا. انا طبعا بستعملها، انا بعملها على طول كل ما اعمل سمك مقلي، اي نوع سمك معاكي استوت من تحت. لازم طبعا لما اول ما تاخد الكسرة تاخد لون. طبعا هنا كده استوت. طبعا هنشيلها. السمكة ما بياخدش وقت معانا خالص، هو بيتقلي على طول. طبعا احنا بنطلعه على كزبرة او يعني كده بقدونس، مطلعين كده عليه اي حاجة خضرا معانا. شايفين كده يا جماعة؟ نفس برضو النظام كده هنبدرها كلها. معانا الليمون ده بقى يا جماعة عشان ايه؟ ما نخليش ريحة الزفارة في الشقة، ولا الناس اللي بره يشتكوا طبعا مننا عشان ريحة السمك وريحة الزفارة. نحط الليمون ده، قشر الليمون ده بياخد الزفارة اللي في السمك واللي يعني في قلب الزيت. قشر الليمون اللي معانا نشتغليها بنفس الطريقة كده. شايفين شكله كده جميل ازاي وذهبي طبعا يا جماعة، والزيت معانا مش محروق ولا يعني حاجة، والسمكية جميلة ازاي. طبعا الطريقة دي جميلة، والطريقة بسم الله ما شاء الله، اللهم صل وسلم وبارك. ما تنسوش طبعا يا جماعة الصلاة كده على النبي. بسم الله الرحمن الرحيم. شايفين الرز معانا؟ شايفين؟ تحفة. بسم الله ما شاء الله، لونه جميل وجميل جدا. هو كده يا جماعة استوى طبعا معانا كده بقى يعني جاهز. مخدش معانا وقت خالص، الغدا النهارده سهل وخفيف جدا. كده انا طبعا هطفي عليه لان هو استوى كده خلاص، وهقلي كمان طفه بقى. بعدين هنقدم طبعا الاكل طبعا مع بعض. شايفين الرز مفلفل ازاي وجميل. طبعا دلوقتي ايه، انا هكمل قلي السمك. طبعا دلوقتي معاكم هكمل قلي السمك بقى. معانا كمان طاسه هقليها باذن الله، وارجع نقدم الاكل مع بعض. بس انتوا اهم حاجه ايه، لو انتوا وصلتوا معايا لحد يعني دلوقتي ما عملتوليش اللايك، يلا يا حبايبي انزلوا اعملوا، يلا بقى يا جماعه انزلوا بقى شجعوني واعملوا بقى لايك. وبكده طبعا يا حبايبي ادينا احنا كده خلصنا النهارده. ادي السمك، ادي طبعا السمك اللي احنا طبعا عملناه مع بعض. السمك طبق سمك بلطي مقلي جميل جدا ازاي، وعملنا طبق سلطه جنبيه، طبق سلطه خضراء تحفه. وطبعا الرز بتاعنا رز الصياديه الجميل دوت، شايفين طلع معانا مفلفل وجميل ازاي. طبعا يا حبايبي يا رب اتمنى يا رب تكون وصفاتي كلها بتعجبكم، قدرت افيدكم ولو بمعلومه صغيره. وما تنسونوش في اللايك والشير وتشتركوا في القناه، واللي مشتركش يا ريت يشترك في القناه ويشجعني. ويا رب يكون وصفتي النهارده عجبتكم، ويكون السمك بطريقتي تكون عجبتكم باذن الله. ويا ريت يا جماعه تشجعوني وتدعموني كده، واكتبوا لي كومنتات حلوه، الكومنتات اللي هي بتشجعني، كومنتاتكم الجميله اللي زيكم كده يا حلوين، اللي بتشجعني وبتدعمني وبتخليني اقدر استمر وانزل فيديوهات اكتر يعني. طبعا يا حبايبي استنوني بكره في فيديو جديد، واسيبكم
واقول لكم ايه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وما تنسوش احلى لايك واحلى كومنت، الوصفة في مطبخي مع ملوك.